أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، ومرحبا بكم في ملخص الحلقة 28 من مسلسلكم المفضل الحب يجعلنا نبكي. وقبل أن نغوص في أعماق الأحداث المشوقة لهذه الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والآن إلى التفاصيل. تبدأ أحداثنا عندما تعثر شيشاك صدفة على تحليل الحمض النووي، وما إن تتصفحه حتى تتأكد من الصدمة الكبرى. الطفل الذي تحمله نيلان ليس ابن يوسف، بل ابن مارت. تهتز شيشاك تماماً، وتقرر أنها ستخبر يوسف بالحقيقة، معتبرة أن نيلان خدعته طوال الوقت. في هذا الوقت يعود يوسف إلى الفندق الذي يسكن فيه جده، ويصر على أخذه معه قائلاً: لن أتركك هنا وحدك. رغم رفض الجد خوفاً من أن يكون عبئاً عليه، إلا أن يوسف يطمئنه ويؤكد له أنه مستعد لتحمل مسؤولية رعايته، ويأخذه إلى الفندق لدى السيدة سمر. تبدأ مطاردة داخل الفندق تحاول فيها نيلان استعادة نتيجة التحليل لتمنع الفضيحة، لكن شيشاك تهرب منها، وبينما تركض على السلم تفقد توازنها وتسقط سقوطاً عنيفاً يؤدي إلى إصابة خطيرة في رأسها. تصاب نيلان بالهستيريا وتصرخ مرعوبة: يا رب، لم أقصد، ماذا فعلت؟ وهي تخشى أنه تكون قد تسببت في موتها. بعيداً عن هذا المشهد المأساوي، تتحدث أدو إلى نوغيهان بحزن عن يوسف، اللي رغم وضعه المالي المتدهور اشترى فحماً للدار بما يملك من مال. يسمع روزغار ذلك ويشعر بالحزن، ظناً منه أنه أدو تعاني مادياً. نعود إلى الفندق، حيث تحاول نيلان إيقاظ شيشاك دون جدوى، فتأخذ نتيجة التحليل وتضعها في حقيبتها، وتغادر المكان وكأن شيئاً لم يحدث. تتصل بمارت وتخبره بأنها في مأزق خطير، وتذهب إليه في الشركة. في دار الرعاية يزور المحامي ناغيهان وآدو، ويخبرهما بأنهما حصلا على منحة جديدة لملابس الشتاء، وهو في الحقيقة قرار من روزغار بعد أن عرف بوضع آدو المالي. تفرح آدو وتقرر إعادة المال الذي دفعه يوسف في المستشفى بعدما اضطر لترك هويته هناك. تذهب أدا إلى الفندق لتتفاجأ بوجود شيشاك فاقدة الوعي غارقة في دمائها. يصل يوسف مع سيارة الإسعاف ويصدم هو الآخر، ثم تنقل شيشاك إلى المستشفى مباشرة. يدخل الأطباء شيشاك غرفة العمليات، ويبقى يوسف والأهل بقلق شديد أمام الباب. تشرح أدا ليوسف سبب قدومها، وأنها أحضرت المال لتسد ما عليها، لكنه يرفض أخذ المال، ويؤكد أن الأولوية الآن هي شفاء شيشاك. يخرج الطبيب أخيراً ويقول بقلق: حالتها حرجة للغاية، أوقفنا النزيف بصعوبة، وكل ما يمكنكم فعله الآن هو الدعاء. مع نيلان، فتصل إلى الشركة وتخبر مارت وهي منهارة بأنها قتلت شيشاك دون قصد. يرفض مارت مساعدتها في البداية، لكنها تخرج نتيجة التحليل وتثبت له أن الطفل ابنه، فيصدم ويتراجع عن موقفه، لكنه يدرك أن كشف الحقيقة يعني عودة يوسف إلى أده وفشل خطتهما، فيبدأ التفكير في كيفية إخفاء الأمر. يأمر نيلان بالعودة إلى الفندق والتصرف بشكل طبيعي وكأنها لم تكن هناك أصلاً. تذهب للمستشفى وتمثل الحزن والقلق وتظهر استياء من وجود أده، بينما السيدة سمر تخبرها أن أدا هي من أنقذت شيشاك. يغادر الجميع الحلقة مشحونين بالقلق والترقب، لتبقى شيشاك في غرفة العناية، ونيلان غارقة في الكذب، ومارت مشغولا بالمصائب التي قد تنفجر في أي لحظة. وهكذا تنتهي حلقتنا. ترى ماذا تخبئ لنا الحلقة القادمة؟ فلا تنسوا الانضمام إلى قناتنا. نلتقي بكم قريبا بإذن الله. في أمان الله.